السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية رفعت السرية عن وثائق هامة من الأرشيف الخاص بها، وهي تتحدث عن رؤساء موريتانيا من العسكريين الذين لا يرغبون في إنهاء النزاع حول إقليم الصحراء الغربية. ووفق الوثائق التي نشرتها الخارجية الأمريكية، فإن ظهور احتمال حدوث تقارب بين المغرب وجبهة البوليساريو لحل نزاع الصحراء الغربية كان سببا في قلق الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع، الذي كان يعتقد بأن أي تقارب بين المغرب والبوليساريو من شأنه أن يضر بالمصالح الموريتانية. وزادت ذات الوثائق بأن البرقيات التي كانت سفارة الولايات المتحدة بموريتانيا ترسلها للخارجية الأمريكية تفيد بأن قلق ولد الطايع من حدوث تسوية لملف الصحراء الغربية دفعه لمراسلة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، وأكد له بأن التسوية السلمية لهذا النزاع من شأنها أن تؤدي إلى تدفق الصحراويين إلى بلاده، وهو ما قد يهدد استقرار الحكومة الموريتانية في وقتها. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.